السلام عليكم البنات، كي راكم أحباباتي؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا قاع بخير، وإن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة. نتمنى هاد الفيديو تاعي يطلع ليكم في أحسن صحة في أحسن حال. نبدأ الفيديو تاعنا بالصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قبل ما نبدأ نتفرجوا الفيديو ما تنساوش حباباتي ندعو لكامل الناس اللي راهي تفوت في الباك، نقول ان شاء الله ربي ينجحكم وربي يوفقكم، والناس اللي فوت البيام نقول ان شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم وربي ان شاء الله يا ربي ما يحرم حتى مؤمن من هذه الفرحة، وان شاء الله ربي يفرح كاع الامهات، بس كل ام عندها تاثر كبير بهاد النجاحات. الامهات يبغوا يفرحوا بوليداتهم ويتعبوا، يعني كاع الوالدين ان شاء الله ربي يسمح لنا منهم. المهم حبيباتي كيما راكم تشوفوا هنايا انا شاركت معكم روتيني في دارنا كيما قالت لك ماما العطله بدات. ماما قالت لي كي جيتي عندي عرفت بلي العطله صاي بدات. المهم حبيباتي هنا اختي كانت دير فيليبيني، هي صورت معكم ما صورت لكمش الوصفه. هنا دارت الوصفه تاع ام وليد، درتها هنا تقهوينا بها نهار اللي جيت، صراحه جا بزاف شباب. شوفوا شيرات غادي نقول لكم بيت العائله، يعني البيت تاع الوالدين هو هي الدار الوحيده اللي يروح لها الانسان، يروح لها بلا عرضه بلا مناسبه بلا اي حاجه، يعني الدار اللي لازم على اللي تروحي تقلعي فيها ذيقة روحك، تقلعي فيها غبينتك، ترتاحي فيها، يعني دار الوالدين حاجه خاصه. حتى انسان ما عنده حق يحرم واحد من دار والديه، يعني دار الوالدين هي قلت لكم نروحوا لها بلا مناسبه بلا عرضه بلا اي حاجه، غير تبان لك تكوني قاعده تبان لك تروحي لداركم تروحي لها. حتى ويا لو كان غير تشمي ريحة حيطانها تحسي بالراحة، بلا عليك تقعدي وتباتي وتاكلي وتشربي، يعني غير تدخلي لها تحسي بالراحة، تحسي بالأمان، تحسي بهداك السند في الحياة، تحسي بلي عندك دار وين تقلعي ضيقة روحك، وين تقلعي غبينتك، وين تقلعي زعفك، وين تقلعي هكا هذاك التعب تاع الحياة. باسكو حنا أمهات وعندنا وليدات ونتعبوا معاهم ونغسلوا ونطيبوا، وهذاك الضغط تاع الحياة وتاع الحياة الزوجية، المرأة دائما تقلع غبينتها في دار والدها. أنا نقول أي وحدة، يعني أي وحدة تعيش مع أهل الزوج وعندها يمكن حنا كل واحد وكيفاش يسمي، حنا في الغرب نقولوا طفلتي، في الشرق يقولوا حماتي، يعني كل وحدة وكيفاش نقول لك كيما انت عندك والديك وتبغي تروحي عند امك وعندك خواتاتك وعندك خاوتك تاني كل وحدة من حقها تروح لوالديها، كل وحدة من حقها تجي عند ميمتها، كل وحدة من حقها في دار والديها، كيما نقولوا في دار والديها كل وحدة من حقها. كيما تشوفي لنفسك شوفي للناس الأخرى، كيما تشوفي روحك تبغي داركم، تبغي ترقدي في داركم وتاكلي فيها وتشربي فيها وتريحي وتدي ولادك يلعبوا ويجروا وينقزوا ويقلبوا الدنيا وتعاودي تخمليها، يعني كل واحد من حقه في دار والديه. قلت لكم دار الوالدين هي الدار الوحيدة اللي الإنسان عنده الحق يروح لها بلا عارضة بلا مناسبة بلا أي حاجة، بدون سبب تكون تبانلك تروحي لداركم، باسكو هي دار والديك وهي الدار الوحيدة اللي تروحي لها بدون أي مناسبة. هنا حباباتي صورت لكم يا روتيني الأول اليوم كيما راكم تشوفوا. هنايا كنت وريت لكم مشتريات اللي شراها بابا، هنا ماما كتنقي في الدجاج، وهنا كنا غادي نقطعوه ونبداو نديرو في الحشا. هنا شوفوا ما صورت لكمش وصفات، يعني درت لكم غير مقتطفات كيما راكم تشوفوا. هنايا هذيك ماما دارت الحريره كانت عاده طيب، غطات عليها وخلاتها طيب، وهنا دارت هاد الوصفه تاع الدجاج اللي تجي بزاف بنينه. شوفوا وصفه سهله، يعني وصفه خفيفه صيفيه. شوفوا هنا الدجاج نديرو له غير الماء والملح والثوم، يعني اضافه ثوم، اللي بغا ما يديرش ديرو ماشي الماء عفوا، نديرو غير مغرف تاع زيت، مديروش عليا مغرف تاع زيت كبيره، ونديرو رشه تاع فلفل اسود والملح، ونقصوا عليه شتي كيما تعرفوا الدجاج يطلق الماء غير وحده، نقصوا عليه ونبلعوا الكيكوطه ونديروا هذيك الصفاره نورمال ونخلوه يطيب. ما تامنوش البنات يطيب زبده، يعني غير بالزيت والملح يطيب واحد الطيب ويجي بزاف هني بزاف بنين. وهنا حبيباتي كنت ربيت البصل انا وطحنتها في الاشواق، وغادي ندير البوراك، وهذه هنا المعقوده درناها طيب كيما راكم تشوفوا حبيباتي. أنا إن شاء الله يا ربي ما يحرم حتى مؤمن من والديه، ربي يطول في أعمار والدينا واللي ماتوا والديهم، ونقولهم ربي يرحمهم ويوسع عليهم. وهذه هي الحياة، يعني كل نهار فيها الحلو وفيها المر، وكما قلت لكم من هذا المنبر ندعو كاع الناس اللي فوت الباك، نقولوا ربي يوفقهم، واللي ما حالفاش الحظ في هذا العام نقول له مادام الانسان حي وفوق الارض وعنده كما قلب ينبض، يعني كل يوم يلقى يجدد الامل تاعه في الحياه، كل يوم يجدد الامل. نعرف ناس فوتوه 10 سنين
ويعني 10 سنين هما غير يعاودوا وما كرهوش يعني حتى وصلوا لهاديك النقطة تاع النجاح، حتى وصلوا لهداك الحلم اللي كانوا يتمناوه ونجحوا. إن شاء الله ربي ينجح كاع الوليدات وربي يفرح كاع الأمهات بوليداتهم. دروك أنا كي وليت أم وليت نعرف شنو قيمة الفرحة، وليت نعرف شنو قيمة ماما من كانت تقول لي قراي ونجحي وكتقارع لهاديك النتائج بفارغ الصبر، وليت نعرف شنو قيمتها. على هاديك قلت لكم نقول الله يسمح لنا من والدينا. ان شاء الله ربي يفرح كاع الامهات بهذا النجاح. المهم حبيباتي كيما شفتوا هنايا انا بعد ما طابت البطاطا هنا فورتها، درت لهم انا خدمت المعقوده، انا درت عليها غير فلفل اسود والملح ودرت جوج حبات فرماج كيما راكم تشوفوا، ودوك نكمل كاع نطحنها من بعد نشكلها كريات هنا المعقوده، كل واحده كيفاش تبغي ديرها. وانا طحنت الحريره كيما راكم تشوفوا حبيباتي، ماما هي اللي نصبتها وانا كملتها لها. المهم حبيباتي هنا شاركتكم كاع مقتطفات. هنا الحريره بعد ما وجدناها انا درنا حريره تاع الفارينه هذيك اللي تجيب الروز وجات بزاف شابه بزاف بنينه. المهم حبيباتي كيما شفتوا هنا حبيباتي ما تنساوش كي تبداو تفرجوا في الفيديو ما تنساوش حبيباتي ديروا جيم، واللي اول مره تزور قناتي دير اشتراك وتفعل زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات تاعي، وتبارطاجوا قناتي مع حباباتكم مع صحاباتكم مع الناس كاع اللي تعرفوهم، يعني باش توصل اكبر عدد من الناس وتكبر العائله تاعنا ونولوا ان شاء الله بفضل ربي سبحانه وفضلكم انتم عائله كبيره، باسكو اليوتيوب تاني كعائله. المهم حبيباتي هنا كيما شفتوا قليت المعقودات تاعي، قليتها درت لها غير البيض والفارينه، هنا ما درتلهاش لا شابلور. هنا شوفوا الدجاج بعد ما حليت عليه كيما قلت لكم يطيب ويجي بزاف شباب شغل. لو كان تقلوا الدجاج في المقله يجي يابس، بصح كي ديروه بهذه الطريقه يجي طري، اللحم مقلي بصح طري، ما يجيش هذاك اللي يجي يابس ويجي هذيك القشره اليابسه. وانا حبيباتي كيما راكم تشوفوا قليت البوراك. هنا اختي اللي موالفه طيب وهي اللي توقف على الكوزينه كانت غايبه، نوجهوا لها تحيه من هذا المنبر، ما كانتش حاضره في الدار، على بها انا رومبلاسيتها وديت البلاصه، قلت لها نخدم في بلاصتك الوقت ما ترجع ان شاء الله. انا حبيباتي كيما شفتوا قليت البوراك، انا كنت نستف فيه كيما راكم تشوفوا هنايا كيس هذه كاع عندنا كيس روحي لكم النهار الاول كاع حاجه في خاطرك، كاع كاش حاجه تكون في خاطرك كيديروها لكم بعدا يبداو يسلكم، بعدا يدخلوا في مرحله غير كور عطي العور ديري غير حاجه خفيفه هي وكولي وصاي. المهم حبيتي ان شاء الله غادي نزيد نشارك معكم روتينات ونوريكم شحال نديرو شحال من فيديو ان شاء الله باذن الله. انا على ابواب دخول ان شاء الله رانا على ابواب عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله ربي يبلغنا واياكم والناس كاع اللي راحت الحج نقول لهم ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله، ان شاء الله كاع يروحوا بخير ويجوا بخير، وان شاء الله ربي يتقبل منهم وربي لا يحرم، ان شاء الله ربي لا يحرم مؤمن من هذيك البلاصه، ان شاء الله ربي يرزق والدينا حجه ولا عمره ان شاء الله. المهم زياره قبر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حبيباتي كان هذا هو الحشا تاعنا بعد ما حطيناه، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعي. كما قلت لكم ما تنساوش حبيباتي ديروا جيم، هو اللي اول مره تزور قناتي دير اشتراك وتفعل زر الجرس. يعني كانت هذه طاوله متواضعه للعائله الجزائريه، يعني بسيطه ومتواضعه. نتمنى يعجبكم فيديوهاتي حبيباتي، وغادي ندير لكم في صندوق الوصف الانستغرام تاعي والتيك توك اللي بغات تنضم الي ان شاء الله باذن الله.